مسلم ختم إيمانه من بلغ الأمانة فوق القصر لما انقرأ زيارة بالكوفة مسلم والأهل عنه بعاد الله ليعينه لا ابن عم اللي يحضر ولا أولاد من المدينة مثل السبط ضاق العطش ضر وجاد ومقيدينه يا هو اللي ينشف دموعه والغيرة بس عالطوعة قامت تنخي وصوتت محتارة فوق القصر من صعده وذاك الحيد راعي الشهامة توجه على حسين السبط من بعيد بلغ سلامه وتمنى مسلم من قبل حزل وريد يحضر إمامه يسلم عليه ويشوفه ويقل له برض الكوفة خانوا عهود وموثق السفارة رايد يوصي ولا أهل لا خوان وينشده رايه وطاعات كل مسلم وصين كان عندك وصايا قال لها باكر من يطب الكوفان ضعني السبايا سلمي على حميده قول انقطع وريده وذبوه من علي قصر الإمارة قل للحميد عودك بيوم الكون ما غبط الراس لكن وحيد وحايط الجيش شلون يفنيها الأرجاس والسلبوج بكربلاء ويضربون سلبوني الأنفاس من تسألك عن أمري جيبيها يم القبري سلمي على باقي النساء الحيارة وديها خد زور الوصي داح الباب تشكي له همها تقل له وديها خد زور الوصي داح الباب تشكي له همها وتقل بنتك يا علي بين جناب تدري بألمها داس بخدرها الطاغي وجار الحجاب منها ولطمها تحكي له على العقيلة ركبوها على الهزيلة وين النشامة عنها والغيارة